مسلسل الصدر الأعظم أو المعروف في الوطن العربي كله باسم حريم السلطان. المسلسل ده اتعمل منه 4 أجزاء، الأجزاء كلها عبارة عن 134 حلقة، والمسلسل ده بيحكي قصة السلطان سليمان القانوني وازاي ان هو تولى الحكم في سن 26 سنة وفضل في الحكم لمدة 46 سنة، وفي العهد بتاعه حقق انتصارات كبيرة جدا ووصل الدولة الإسلامية لأقصى اتساع لها وأصبحت من أقوى الدول الموجودة في العالم. كمان بعد ما تولى الحكم ساب زوجته ماهد فران وابنه مصطفى وانطلق بصحبة الوزير أو قبل ما يبقى وزير بقى صاحبه المقرب إبراهيم، وراحوا للقصر في العاصمة. بعد كده كمان المسلسل بيحكي بقى الأحداث اللي بتكون جوه مقر حريم السلطان اللي هو بيسمى الحرملك، اللي هو بين زوجاته بقى والخناقات بتاعتهم. فيعني هو المسلسل تحسه اتقلب ايه من قصة تاريخية وحروب وكلام ده، هو داخل فيها برضو الحروب، لكن المكائد بقى اللي جوه القصر بين زوجاته. في نفس التوقيت ده كانت أبحرت السفن العثمانية للبحر الأسود عشان تجيب نساء يكونوا هدايا للقصر، وكان من بين النساء دول ألكسندرا بنت الكاهن الروسي اللي أصبحت بعد ذلك السلطانة هرم زوجة السلطان سليمان. وهنشوف بقى طول الأحداث بتاع المسلسل الخلافات ما بينها وما بين ماهد فران وما بين جارياته، وتحول بقى اللي هو ايه حرب ما بين الزوجات على الراجل يعني من الاخر. بس هو من الحاجات الدراميه اللذيذه اللي كنا مستمتعين واحنا بنتفرج عليها، فمن الحاجات اللي انا برشحها لكم جدا عشان هو حلو لذيذ يعني. انا عن نفسي بحبه، وناس كتير كمان كتبتولي في الكومنتات المره اللي فاتت، فعشان كده برضو انا فضلت ان انا اجيبه لكم معايا الفيديو ده.